على عهد ما زلنا ما زلنا ذكراهم أنفاسنا ومشاعرنا كيف حال أسناننا وخمايلنا وربطنا مجمع شمايلنا يا طير يا ماشي اسرع أصفر رسايلنا والشوق ما تنسى يا طير لكل الرسالات عنا. أنا في انتظارك يا وصل رسائلك بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حنان عبد الرحيم تودو كنو، من كادوغلي، جبال النوبة. عاملة قرية تراثية أو بيت سوداني. البيت السوداني ده بيتكون من الكرنو ومن القطية ومن بيت البقارة ومن الهودج. يعني ده عبارة عن سودان مصغر. من حياتنا حقت جبال النوبة حسب مثلا زي الريكة دي أصلا بنستعملها في موسم الحصاد، بنشيل بها قناديل العيش. زمان كان ما في دقاقات، الناس كان بتدق في حاجة اسمها التقا دي عبارة عن حتة كده بعملوها بالطين وبملوسها زي الحاجة المعمولة بالأسمنتي. بعد ذاك بنشيلها قناديل العيش أخضر وبنقلوه بالريكة دي وبحطوه في التقا لغاية ما ينشف، حتى بعد ذاك هنا يدق في المدقاق برضه بتاع العيش، لأنه أصلا كان ما في دقاقات. دي الريكة. أما دي المرحاكة. زمان طبعا كان ما في طواحين، الناس كلها بتطحن كان بأياديها بالمرحاكة دي. أما دي البقصة. زمان كان الناس ما بتشيل المويه الا بالقرعه دي عندنا هناك في جبال النوبه. اما مشاركتي في معرض الزهور، شاركت عده مرات، والحمد لله في المرات السابقه نلت ميداليات، لكن المره دي نلت الكاس. والكاس اللي في يدي ده هو ده اللي اخذته من معرض الزهور. من معرض الزهور. وانا طبعا الشغل حاجه ده كله هنا مسميه باسم جديد تودو هاوس للفلكلور، عشان كده الكاس بس كاتب فوقه حنان تودو.